اليوم راح نعرفكم على مهنة تصنيع الكنبيات. وهذا الفيديو راح يكون سلسلة ل 30 فيديو جايات عن سوق العمل الأردني. ما حلفك لحظ في دراستك وحابب تتعلم مهنة معينة، حط لنا إياها بكومنت، راح نكشف لك كل تفاصيلها بدون حكي كثير. يلا نبلش. أعطيني القطعة اللي معك، أعطيني القطعة اللي معك، أعطيني خلينا نورجي. يعطيكم العافية. ليش بلشنا بهاي الصنعة بالذات؟ بصراحة لأن هاي الصنعة أنا بشتغل فيها وهي مصدر رزقي صراحة. أنا واحد من الناس درست محاسبة، وبعد ما خلصت دراسة المحاسبة ما حالفني الحظ في إني ألاقي شغل في مجال اللي أنا درسته. كنت صنعة هاي متعلمها أيام الدراسة، تمام، وكانت السبب في إني أكمل دراستي وإني إيش أفتح مجال شغلي بعد الدراسة. راح نبدأ هسه في أقسام التنجيد. هسه إحنا عندنا أول إشي التنجيد. التنجيد بينقسم لثلاث فئات. عندك التفصيل القماش، لما تمسك القماش زي هيك تمام وتقصقصه على قد الكنب، تمام. وفي عندك الخياطة، وفي عندك اللي هو الدق. اللي هو الدق ده بينقسم لثلاث مراحل. الدق عندك بينقسم لمرحله كاوشوك، اسفنج، تلبيس قماش. هسه راح نصور لكم اياها مرحله مرحله، وبنهايه الفيديو راح نحكي لك قديش بتدخل هاي الصنعه عليك، ايام دوامها، عطلها، اوقات دوامها، وهل هي الصنعه مجزيه ولا مش مجزيه. يعني انت بس تخلص دراستك ما نجحت في الدراسه اتجه لهاي الصنعه ولا لا. يلا نبلش في تصنيع اول كنبايه. عندك اول مرحله اللي هي التفصيل. هون عندك اول مرحله اللي هي ايش؟ تفصيل القماش. طبعا تفصيل القماش ما بيكون بشكل عشوائي، بيكون عندك كنبايات عليهن الاسفنج وكل شيء، تمام. تاخذ مقاساتهن على هذا الاساس وبتفصل القماش هيك. راح نبدا في اول مرحله، يلا. اهم شغلات اللي في التنجيد لازم تضلك مشغل اغاني 24 ساعه. هذا اولا. ثانيا لازم تشتغل بدون اواعي، بس احنا الدنيا شتاء ويوتيوب وهيك. طبعا احنا هيك خلصنا مرحله التفصيل، تمام. بعد ما نخلص مرحله التفصيل بنوديها على الماكينه وبنخيطها، بنخيطهم بالشكل المناسب. وفي اكثر من طريقه للخياطه. هسه هذا الجزء الاول من التنجيد، فاغلب الناس بتشتغل بس بالتفصيل بالخياطه، تمام. وفي ناس تشتغل بس في دق الكنبات اللي راح اصور لكم اياها كمان شوي. هسه راح نصور لكم الخياطه ان شاء الله. هسه احنا خلصنا مرحله تفصيل القماش والخياطه. هسه بيجي لنا المرحله الثالثه، الخشب. يا حبيبي الله يرضى عليك، صرت شغال من الصبح وانت قاعد، يعني مش فاهم. هدي شوي. بقول لك هدي شوي. طبعا عشان تكون بالصوره لازم، عشان تشتغل منجد لازم يكون مخك مسكر زي الشاب بس. تمام. المهم، خلصنا مرحله التنجيد وخلصنا مرحله الخياطه، وخلصنا مرحله ايش؟ التفصيل. هسه بيجي عندنا الخشب، بنسفنجه وبنقوشكه وبنلبسه. يلا نبلش. تعال اعطيني القطعه اللي معك، اعطيني القطعه اللي معك، اعطيني القطعه اللي معك، اعطيني خلينا نورجي. طبعا هسه عندنا المرحله الثالثه اللي هي مرحله ايش؟ دق الكنباي. الكنبات تمرق بثلاث مراحل من مرحله الدق، اللي هي الكوشوك، الاسفنج، القماش. ما هاي له اي كوشكها زي ما انتم شفتوا عجب عليها. هسه احنا رح نظبط العالم اللي عجب عليه له اي، ونسوي لك اياه. يلا. طبعا بس نخلص مرحله الكاوشوك بنبدا بمرحله الاسفنج. الاسفنج زي ما انتم شايفين بنحط الكاوشوك بعدين بنحط الاسفنج. طبعا مرحله الاسفنج اهم شيء فيها انك تقص الاسفنج 100%، صح؟
تمام، وإنك تنفّخ الإسفنج بشكل صحيح، ما يكون ضارب من جهة وفاصل من جهة، هذا أهم شي تقريبًا بمرحلة الإسفنج. طبعًا هيك إحنا انتهينا من مرحلة إيش، تلبيس الإسفنج، هسه بيجي عندنا المرحلة الثالثة اللي هي تلبيس القماش. طب هلا إحنا قعّدنا القماش على الإسفنج، هسه بنثبته كامل وهيك بتكون انتهت مراحل إيش، تنجيد الكنباية بشكل عام، طبعًا هي قطعة من الكنباية، ما راح نصور لكم تنجيد الكنباية كامل، بس كله نفس المبدأ يعني. طبعًا هيك خلّصنا القطعة اللي بإيدنا. طبعًا هسه راح نحكي لكم عن سلبياتها وإيجابياتها، سلبياتها بصراحة أوقات دوامها شوي طويلة مرات، بس كله بيرجع إلك، يعني ما في إلك ساعات دوام على الفاضي بتروح، تمام؟ ثاني إشي من السلبيات إنه فيها كثير أيادي عاملة، بس برضه فيها نقص في الأيادي العاملة، بتعرفش كيف، يعني في كثير ناس تشتغل فيها، بس كل محلات التنجيد بدها منجدين. الإيجابيات إلها بسرعة تتعلمها بصراحة، يعني من 3 ل6 شهور بتكون صرت ممكن تقدر تمسك كنباية بس بإشراف، يعني بتتعلمها بسرعة شوي. طريقة الدفع فيها منيحة وما بتضيع فيها حق العامل، يعني أنت بتشتغل مثلًا الطقم هاد بحاسبك على الطقم هاد، بتشتغل الكنباية هاي بحاسبك على الكنباية هاي، أوكي، ودخلها تقريبًا الأسبوعي للبني آدم المتمكن من 120 ل190 دينار، هذا الشاب اللي بده يشتغل إذا كان ملتزم وبيشتغل. برضه في شغلة كمان من سلبياتها إنه ممكن في الشتا تكون حركتها خفيفة، بس بصراحة كل مهن الأردن بالشتا خفيفة. وهذا هو كان فيديو تبعنا لليوم، اكتبوا لنا المهنة اللي حابب تجربها في الكومنتات، واعملنا لايك وشير وسبسكرايب عشان نكمل. يعطيكم العافية.